جوابا على هذا السؤال ديال هذه السيده كتسول مثلا ان احنا اسره ودوزنا المقابله، ولكن مثلا يسافر غير الراجل، الوليدات ما غاديش يسافروا معاه. دابا هنا غادي نجاوب جوج الحالات ممكنه. هنا اللي دوزوا الاسره كاملين بهم، يعني كنقصد الزوج والزوجه والابناء، الا دوزوا المقابله فراه كتخرج الفيزا لكم كاملين كتخرج لكم الفيزا لمده صلاحيه فيها 6 شهور. قليل اللي كيكون فيها 5 شهور 4 شهور، ما الاغلبيه 6 شهور في الفيزا. ففي هذه المده ديال 6 شهور بامكان، واسمعوني مزيان، بامكان الزوج مثلا الابليكانت اللي هو الفائز في القرعه الامريكيه، سواء كان الزوج او الزوجه، هو اللي ممكن يسافر هو الاول. تفهمنا؟ او لا، الا بغاو يمشيو مثلا الزوج والزوجه ويخليو الابناء حتى من بعد عاد يلحقوا عليهم قبل ما تسالى الصلاحيه ديال الفيزا، ممكن. مفهوم؟ كنظن مفهوم. اذا كان الزوج والزوجه مثلا، المهم الابليكانت، ديما ركزوا لي على الابليكانت. شكون هو الابليكانت؟ هو اللي جات القرعه بسميتو، هو اللي فائز، هو اللي خصو يسافر، هو الاول. على ما يقاد اموراته هنايا، يعني يكري، يخرجوا ليه الوثائق، يلقى خدمه الى اخره، عاد يقطع البي لباقي الاسره ديالو، اما الزوجه والابناء ديالو، او الا كان جا هو والزوجه ديالو والابناء بقاو، يقدر ديك الساعه يقطع لهم الا كانوا يعني كبابرين شي شويه، يصيفطوا مع شي واحد، او لا يمشي هو ويجيب معاه وليداته، او لا يجيو في دقه واحده شدوا الفيزا